بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في الاكسرسايز رقم 14 هنا في الاكسرسايز ده المفروض ان هو عايز يعمل ابلكيشن بالجافا سكريبت، عايز يجيب اكبر ايفن نمبر موجودة عندي في الاري. تعال نبص كده، انا عندي الاري اللي فيها ايفن 2 4 6 8 و10، اكبر واحد فيهم طبعا هو ال10. طيب انا عايز قبل ما احنا نبدأ ان احنا نحل الابلكيشن ده، عايزك ان انت تبدأ تفرق معايا ما بين تو كونسبتس. اول كونسبت حاجة اسمها الريست بارامتر بالشكل ده، وتاني واحد اسمه السبريد بارامترز بالشكل ده. الاتنين على فكرة يعتبروا بيلخبطوا اغلب الناس. شكلهم بيبقى عامل ازاي في الاغلب؟ ان هو بيبقى شكلهم 3 دوت وبتاع، بعد كده بتحط مثلا فاريبل اللي انت هتدخله. بس الفرق ان الريست بارامتر بيكون دايما مع الارجيومنتس، اما السبريد بارامتر بيكون دايما مع الكول باك لما تيجي تستدعيها او لما بتكون بداخل سكوب معين. طب انا مش فاهم حاجه، تعالى يلا نبدا ان احنا نفهم الكلام ده كله. انا هنا المفروض ان انا هيكون عندي اري، وابدا اطلع في الاول الحاجات الايفن، وفي النهايه ابدا ان انا اشوف مين هو اكبر واحد واطلعه. هطلعه ازاي؟ تعالى يلا بينا نعملها. طب اول حاجه هعمل const واقول مثلا is even max. ده انا سميته، يعني ده مجرد اسم للفانكشن بتاعتي. وهبدا ان انا ادخل البارامتر بتاعي، هسميه num، ومش هحطه ما بين قوسين لان هو يعني سنجل كده ايه بارامتر. طب انا المفروض ان انا محتاج اعمل ايه؟ المفروض ان انا اعمل const واعمل مثلا maxi. ده الفاريبل الجديد اللي هيخزن معايا يطلع لي ان ده زوجي ولا لا. طيب عشان اطلع ان هو يكون زوجي وفي نفس الوقت يكون اكبر عدد زوجي او رقم زوجي موجود عندي، فانا عندي حاجتين. اول حاجة ان انا اعرف ان هو زوجي ولا مش زوجي، فانا عندي مثلا في كونديشن بيقول ان مثلا في حاجة اسمها even مودولس الاتنين equal 0. يعني ايه؟ يعني البارامتر اللي هو مثلا النم، يا سيدي خليه نم دلوقتي، لو هو مودولس الاتنين بيطلع صفر، يعني باقي القسمة بيطلع صفر، فإذا الكلام ده المفروض إن هو even. تمام؟ طيب عكس كده المفروض إن هو odd ومش هياخده معايا. طيب لو أنا عايز أطلع رقم يكون كبير، فأنا عندي methods في الجافا سكريبت بيلت إن عندي حاجة اسمها ماس. لو أنت عملت ماس دوت هيطلع لك حاجات كتير. من ضمن الإكسرسايز القديمة كنا عملنا حاجة اسمها أبس، اللي هي اختصار لأبسولوت، يعني هيطلع رقم صحيح لو كان رقم 10. فأنا هستخدم حاجة اسمها ماكس. ماكس معناها ان هو هيطلع لي اكبر رقم موجود عندي في الاري. لو حضرتك عملت كده 1 2 3 ودخلت كل الاري دي داخل الماكس، هيطلع لك رقم 10 عشان هو كبير. طب لو انا كان عندي 11 بالظبط كده، هيطلع لي رقم 11. كده هو مش بيقارن ما بين الزوجي والفردي، فانا محتاج ان الكابتن ده يكون جوه الماكس. فاذا انا هعمل ماس دوت ماكس بالشكل ده. تمام، وهبدأ ان انا احط الكابتن ده جواه. طب عشان تبدأ ان انت تفلتر، اصلا لو انت تابعت الاكسرسايز القديمة هتلاقي ان احنا كنا بنستخدم الفانكشن اللي اسمها فلتريشن، تمام، او فلتر بالشكل ده عشان تعمل لي اللوب بتاعتي. طب عشان تعمل لي اللوب محتاج ان انت تستخدم كل الارقام اللي داخله عندي في النم. فانت عندك طريقة السبريد، فانا السبريد بتاعتي هستخدم طريقتها اللي هي 3 دوت 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 واقول النم. يعني ايه من الاخر؟ يعني انا لو دخلت رقم او رقمين او 3 او ما لا نهاية من الارقام، هتبدأ ان هي تدخلها لي على هيئة مثلا array او parameters موجودة عندي هنا. تمام، فانا هقول ان النم تمام دوت فلتر بالشكل ده، وهفتح الاري بتاعتي. طيب عملت فلتر وهبدأ ان انا احط الفانكشن بتاعتي. على سبيل المثال هسميها مثلا اكس مثلا بالشكل ده، وهبدأ اقول ان الاكس ده لو كان نفس المثال بتاع المرة اللي فاتت، لو كان مودولس الاتنين ايكوال 0، المفروض ان هو هيبدأ يطلع لي عندي هنا في الفانكشن بتاعتي. طيب هقول ريتيرن الماكسي، المفروض ان هو هيطلع لي الرقم اكبر رقم موجود عندي. طيب انا هنا عملت الريتيرن ماكسي، فهنا هعمل console دوت log واقول مثلا اسم الفانكشن بتاعتي is even، اشوفها صحيحة ولا لا، وابدا اخد الاري بتاعتي. هيبدا ان هو، طبعا انا عملت غلطة هنا، هيبدا ان هو يطلع لي رقم 10. لو كان عندي هنا 12 كوما 13 هيطلع لي ان اكبر even هو ال 12.